اهلا بكم في فيديو جديد عن تطوير الاعمال. معاكم روبير مساعد بزنس ديفلوبر اند بودكاستر. النهارده هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، وفي نفس الوقت هيساعد كل شخص عايز يكون بزنس ديفلوبر او مطور اعمال. هشير معاكم بزنس ديفلوبمنت بيرسونال سكيلز اسسمنت. البزنس ديفلوبمنت اسسمنت هيساعدكم ان انتوا تعرفوا المهارات المتوفره معاكم واللي محتاجين تشتغلوا عليها علشان تكونوا بزنس ديفلوبر شاطرين في المجال. تعالوا دلوقتي هشرحه معاكم خطوه بخطوه عشان تعرفوا تطبقوه مع نفسكم، وما تنسوش ان انا حاطط اللينك للاسسمنت ده في الديسكربشن للفيديو. يلا بينا مع بعض. اول جزء هتلاقيه فيه I can do ومتقسم جزء يمين وجزء شمال. I can do مقصود بيه ان انت هتاخد سكيل معينه او مهاره معينه من الموجودين في الفايل، ولو انت السكيل دي انت بتعرف تعملها وبتحبها هتحطها على الجانب اليمين فوق. لو انت بتعرف تعملها وما بتحبهاش هتحطها في الجانب الشمال فوق. طيب، اما الجزء اللي تحت فهنا متقسم ل I can't do. هتختار السكيلز او المهارات المعينه اللي انت مش بتعرف تعملها، ولو انت مش بتعرف تعملها وحابب تتعلمها هتحطها في الجزء اليمين من تحت. لو انت مش بتعرف تعملها وكاره انك تتعلمها هتحطها في الجزء الشمال من تحت. وبكده بعد ما هتخلص الاسسمنت ده هيكون قدامك السكيلز والمهارات المعينه اللي هتكون عارف انت محتاجها ازاي كبزنس ديفلوبر عشان تساعدك في الكارير بتاعك. اتمنى ان الاسسمنت ده يساعدكم في الكارير از بزنس ديفلوبر، واشوفكم بزنس ديفلوبر شاطرين سواء كان جوه مصر او خارج مصر. اشوفكم على خير. روبير موسى.